السلام عليكم وبيانفوني سيغ لاشين شهيوات حفصة. اليوم رايحه ندير لكم ان جونغ تاع جو اللي هو الميلك شيك، نوع من انواع العصائر اللي هو الميلك شيك، وغادي نديره بالفراوله. الوغ المقادير: نحتاجو 300 غرام تاع فراوله، وعندنا 5 مغارف كبار تاع سكر، راني دايره معاهم هنا مغرف صغيره تاع لافاني. ونحتاجو تاني الحليب ما عندناش مقدار، سا ديبون، كاين اللي يبغي خفيف وكاين اللي يبغيه ثقيل. هنا انا راني دايره نص لتر، دوك نزيد نشوف. الحاجه الاولى اللي نديرو الفراوله مع السكر. كما قلت لكم درت 300 غرام من الفراوله، نديرو معاها 5 مغارف سكر. المهم السكر يكون على حسب الذوق تاعكم، كاين اللي يبغيه حلو بزاف، كاين اللي يبغيه شويه. دونك انا درت 5 مغارف مع 300 غرام فراوله ونطحنوه. شوفوا بعد ما خلطناها مليح ولا عندنا شغل سيرو تاع فراوله. دروك نبداو نزيدو في الحليب. انا ما غاديش نزيد هنا بويسك هذا صغير، غادي نفرغه هنا نعاود نوليكم. ها هو الخليط تاعنا بعد ما فرغته. دروك نبداو نزيدو في الحليب. درت هنا نص لتر ونخلطو. درت النص لتر تاع الحليب تاعي، ايا وسطه شويه ثقيل. غادي نزيد حوالي كاس، نزيدو نخلطو. ها هو الخليط تاعنا بعد ما خلطته. كيما قلت لكم انا من جاني شويه ثقيل زدت له كاس، دونك كاع جاني لتر تاع حليب مع 300 غرام تاع فراوله. والسكر تبقى عندكم، كاين اللي يبغي حلو بزاف دونك تزيدوا السكر، ولا تبغوه نورمال 5 مغارف يكفي. الوغ نخلوه يبرد ونعاودو نولوكم مع الشكل النهائي تاع الميلك شيك. ها هو العصير تاعنا بعد ما خليناه برد. شوفوا كي يجي كيما جونغ تاع ياغورت هكا وكاع. الوغ الا عجبتكم لا ريسيت، n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. صحه الطول.